عارفة الشعور لما تعملي حاجة مش عايزاها بس عشان خايفة حد يزعل منك، أو لما تحسي بالذنب لمجرد إنك قلتي لأ. في ناس في حياتنا محترفين في لوي الدراع، بيستخدموا حبنا ليهم عشان يسيطروا علينا. أنا سيلا. النهاردة هنكشف سوا أسرار الابتزاز العاطفي وإزاي توقفي اللعبة دي وتستردي حريتك النفسية. في علم النفس الابتزاز بيعتمد على 3 حاجات: الخوف، الواجب، والذنب. المبتز بيخليكي دايما خايفة من خسارته، أو حاسة إنك مديونة ليه، أو غرقانة في تأنيب الضمير. أنواع المبتزين: في اللي بيعاقب، اللي بيقولك لو عملتي كذا هسيبك أو هزعلك. وفي اللي بيعاقب نفسه، لو ما سمعتيش كلامي أنا هأذي نفسي أو همرض بسببك. وفي بقى اللي بيعاني، يقولك أنت السبب في تعاستي وأنت الوحيدة اللي تقدري تنقذيني. ليه بنقع في الفخ ده؟ عشان احنا طيبين وبنحب بجد، والمبتز بيعرف يدخل من باب الحنية اللي في قلبنا. طب ازاي تحمي نفسك؟ لما تحسي بضغط ما تبرريش موقفك، قولي ببساطة أنا فاهمة وجهة نظرك، بس قراري مش هيتغير حاليا. الثبات هو عدو المبتز الأول. سمي الأشياء بمسمياتها. قولي لنفسك ده مش حب، دي سيطرة. لما بتسمي الحاجة صح عقلك بيبطل يحس بالذنب. وحطي حدود. الحب الحقيقي ما بيطلبش منك تدمري نفسك عشان خاطر حد. أنا سيلا، وقناتنا هي مكان للوعي والتحرر النفسي. قولي في التعليقات، هل حسيتي قبل كده إنك مبتزة عاطفيا؟ وإزاي قدرتي تخرجي من الفخ ده؟ أشوفكم الفيديو الجاي بكل هدوء وقوة. شكرا.